سنة 2000 دي جابت عيد تاني. وسنة 2000 دي جابت جيل رضع كتامين، حي المفطومة على الحجرين نفسها حشيش. يشوفوا بنات يركزوا عالشيلات خواجات، هو انتم ما عندكوش اخوات؟ قالوا لنا مفيش نظري ضعيف. يا فن زيع. مين اللي جاي وانا احط عليه رقم واحد وانتوا الاتنين؟ سيبنا لكم مجالنا تهقوا شويه، محدش فيكم نجح يا عبيط، ده مجالكم كر وانا البرشايه، والجمعه الجايه تبص عليا تشوف الفن مش الهقايه. يا شويه هلسه انا الفنيه، انا الاسطوره والباقي تلاميذ في مجالكم، باشا يديكوا بقشيش، ده انا شحته الطب والباقي على الباص، والطب ولينا من غير ما ننفذ. في كل اسبوع هتشوفنا يا عسل، هو ده الفن مش العنعن. زي ما في مصر ريمو بربري، احمد حسن وزينب، حمدي ووفاء، عندنا كابلز النهارده انا بحبهم قوي. مين المره يعني؟ احمد الفن ويوسف البخاري. اخويا ايه الاخبار؟ عامل ايه يا عم؟ عامل ايه يا حاج يوسف؟ مد ايدك كل بقى هنودي ونصور بكره بقى. طبعا شباب زيكم باللي انتوا بتعملوه ده، اكيد طفولتكم كانت غريبه شويه. مفيش طفولة. عايز اعرف طفولتكم كانت ماشيه ازاي؟ لا بجد هو مفيش طفوله والله. ما قضيناش طفوله. يعني عايز تعرف ايه طيب بالظبط؟ نفس الشقاوه، نفس الدنيا دي، ولا ده كاركتر تاني اللي انتوا عايشينه دلوقتي؟ لا هو نفس الكاركتر ده من زمان. مم. يعني من ايام المدرسه، من ايام ابتدائي لغايه نفس اللي انا فيه ده دلوقتي. بس طبعا في حاجات اختلفت بقى. مم. يعني يعتبر دلوقتي عقلنا شويه عن زمان. في حاجات ما ينفعش نعملها قصاد الكاميرا غير اللي انتوا بتشوفوها. في حاجات اصعب. انت بتاكل بجد ولا ايه بتتكلم؟ بس يعني يعتبر ما انا عن نفسي ما قضيتش طفوله قوي يعني. بمعنى معظم الوقت كنت شغال بقى وكده، فاللي هو ما الايد الشقيانه كسبانه. الحمد لله. مم. من ستة اشتغلت ابتدائي. في ايه طيب قبل اشتغلت في مطبعه، كنت بودي مطبعه كبيره، كنت بودي حاجه اسمها زنجات كده للمكاتب. بقعد بقى الف المكاتب كلها اللي في القاهره كلها. مم. ده من ستة ابتدائي. بعد كده تعبت من الشغلانه دي، فروحت عند ناس قرايبنا في محل تحف وانتيكات كده، واشتغلت معاهم برضو لغايه بقى من سنه ولا حاجه. ايه اللي خلاك خدت طريق الميديا؟ انا اصلا بمثل مسرح من زمان، مم. من اولى ثانوي ولا حاجه. بعد كده بقى خدت ورش، وما عملت كام مسرحيه. بعد كده الكورونا دخلت، فالمسرح وقف. بدات بقى في فيديوهات من ايام الكورونا. فدخلت الميديا من 2019 يعتبر او 2020. اول ما الكورونا ما دخلت على طول كان كله قاعد في البيت بقى ومحدش بينزل وبتاع، بدات اعمل فيديوهات كده عبيطه في البيت. بعد كده واحده واحده بقى الحوار زاد، وبعد كده اتقابلنا انا ويوسف. كفايه اكل بقى يا عم. سيبه بقى، هو ممكن هو بيجي بكره يصور. بعد كده اتقابلنا انا ويوسف بقى وصورنا مع بعض كده حاجات برضه. بس طب وانت يا يوسف؟ اكل انا بقى. كفايه يا يوسف. انا اتولدت وحيد اب، وحيد اب، وحيد رشيد، فاهم يعني. انا الصراحه انا جعان، يعني انا مش مركز معاكم الصبح. نعيد السؤال تاني طيب يعني ولا ايه؟ يعني انا ايه طيب؟ قول لي، حدد لي. يعني طيب. انت برضه كان معاك. نفس الكلام، الشغل بتاعك قبل الميديا كان ايوه مثلا مختلف؟ انا كنت شغال يعني ما عشتش طفوله شويه، يعني اشتغلت من وانا في 6 ابتدائي يعني. كنت في الشغل على طول يعني، فاهم، من 6 ابتدائي لحد مثلا لحد اولى جامعه. بدات بقى قلت ايه بقى، ابدا بقى ايه فيديوهات في تانية جامعه. احنا عشان عندنا الحاجه مختلفه يعني، ارياف وكده، فحته فلاحين يعني. فلاحين يعني. قصدك ايه؟ بتاعك فين بقى؟ فحته ان انت يعني ايه بتطلع، وحته التمثيل دي يعني مثلا في دماغي من وانا صغير، بس ما توصلهاش يعني، ما تعرفش توصلها ازاي يعني وكده. وحته الفيديوهات برضه يعني. انتوا اتقابلتوا ازاي اصلا؟ انت سيده زينب وناهيه. اتقابلنا يا جماعه اصحابنا، واحد صاحبي يعني بعد ما عملت فيديوهات وكده كان يعرفه ويعرفنا برضه، فاتقابلنا في قهوه التكعيبه في وسط البلد لو تعرفها، وقعدنا قال لنا بقى تعالوا اعملوا فيديوهات مع بعض والكلام ده والكلام ده كله. يعني ما كنتش طايقه. فقلت يلا.
صاحبكم ده كان في الميديا برضو ولا؟ لا لا، كان عادي يعني، صاحبنا عادي. من الجامعه. مم. احنا الاثنين في جامعه حلوان برضه. بس كنت اول مره تتعرفوا بس بس هو مش عن سنه طريق وانا الجامعه؟ سنه، وانا كليه وهو كليه. انا كليه حقوق وهو وانا اعلام. اعلام. مم. فتعرفنا بقى واحد صاحبنا من شايف الجامعة. ان الفكره ان اللي انتوا قلتوها من شويه ان احنا واحنا صغيرين ما شفناش طفوله قوي، احنا بنقضيها دلوقتي بقى والله العظيم. دي بقى اثرت عليكم يعني في ممكن شخصيتكم ايوه عامه؟ اكيد. ايه اللي ممكن تكون غيرته فيكم الفكره نفسها؟ لا هي الصراحه يعني على قد ما هي وحشه بس هي حلوه، يعني اللي حصل حلو. هو بيعلمك يعني، بيبنيك كراجل يعني عموما. خليك تعرف يعني، فاهم؟ تعرف بعد كده لما تعمل حاجه، عايز تعمل حاجه لنفسك، لو تعتمد فاهم؟ على نفسك تعتمد يعني. على نفسك كده. فدي حاجه حلوه برضه، مش وحشه، الحمد لله. ايه اكتر موقف اتحطيتوا فيه كان محرج بالنسبه لكم؟ انا في موقف حصل معايا قلته قبل كده برضه في مكان قبل كده. بقول بقى قبل ما أكل. كنا الكلام ده يعني مثلا من كذا، من 4 سنين مثلا او حاجه. كنا انا اخر يوم في الامتحانات، فانا واصحابي اخر يوم امتحانات ده يا بنروح ناكل كشري او في مول في التحرير. كان في التحرير اسمه هيلتون، كان ما اعرفش دلوقتي قفل ولا إيه، كان مول صغير كده بدورين يعني ولا حاجه. ففي محل لبس هناك، فاصحابي كانوا رايحين يشوفوا لبس، ففي واحده منقبه واقفه، فبتقول لي ممكن اقيس التيشيرت عليك عشان ابني قدك؟ فوقفت، فبتقول لي لا اقف يعني بظهرك. راحت ادتني واحد والله العظيم. فانا برقت يعني، انا حتى كسفت الف برقت وهي مش شايفه ان انا برقت. رحت ماشي، خفت ابص لها تاني الصراحه، ما اعرفش بقى، انا لغايه دلوقتي مش طب فاهم ايه الهدف اصلا؟ ايه ما المغزى؟ ممكن يكون واحد ما منقبه، ما انا ما شفتها ما اعرفش بقى كانت عايزه ايه بنت بس. طب ايه التصرف البشع اللي انتوا عملتوه بس ينفع يتقال؟ هو ما ينفعش يتقال. اه مش عارف. دي مثلا اخر موقف قذر حصل بينا، احكي. حصل بينكم؟ اقوله؟ قولوا يا عم، في ايه؟ في ايه؟ قولوا. طب بدون ذكر، معلش انا قلت الاسم بالغلط، مش يا عم عايزين تقولوا نجيب. في ايه؟ عادي عادي. بدون ذكر اسماء يعني. كنا كلهم. كنا بس هنتشاف وحشين. يا عم قولوا. كنا في عربيه في شخصه يعني شخصه بني ادمه. بلاش اقوله، ما يا عم اصل انا قولوا. عايز لو قلته برضه مش هينفع ينزله هو، قولوا يا عم. لا اقول عادي. فاهم؟ لكن كنا رايحين نسهر، كنا رايحين حلو. نسهر، بنفك عن نفسنا يعني. واحنا ما شباب وكده. شباب. ضربت معانا في يوم نروح نسهر يعني. فبعد كده ركبت انا قبل يوسف، كانت واحده عارفانا يعني وبتاع، فركبت معانا. فالمهم انا وهي قاعدين ورا ومش عارف ايه، وقعدنا نهزر وبتاع. فبعد كده رحت انا السيده، يوسف كان هناك، فقلت له ده انا نزلت مع واحده ومش عارف ايه. اول سؤال طبعا اي اتنين بيسالوا لبعض جامده وبتاع، فقلت له اه. فقال لي طب اعمل ايه ده، ما ينفعش اقعد معاها وبتاع. قلت له طب بص، كنا في الشتاء، قلت له انا ركبت معاها في مره قبل دي غير المره دي. قلت له انا دايما لما بركب ببقى باصص الناحيه الثانيه عشان هي تبدا عشان هي بقى تهزر تبدا تنكشني بقى تحط يعني. ايده على اسمه ده بتاع. بس ماشي، عشان هي تبدا النكش يعني. فقلت له انا هركب في العربيه ورا استخبى، وانت كنا في الشتاء، قلت له البس الزونت بتاعك وخد النضاره وبص الناحيه، طلع النضاره عشان تبان ان انت. فقال لي ماشي. فانا ركبت، انا بقى مش شايف، انا سامع عماله تقول يوه انت كل مره تبص الناحيه الثانيه، انت عايزني انا اللي ابدا كل مره فاهم؟ فرحنا عشان، وانا قلت له لو حصل ايه ما تتكلمش. رحنا مع رجليها مره واحده عشان ما تشوفوش. وحصل بقى مش عارف ايه، انا ما كنت لقيت العربيه سكتت كلها، انا مش حرصت سامع. ديك؟ هو اللي عادي يا عم. ماشي. فبعد كده بتمسك ايده، فقلت له ايه ده، هو في فرق بين ايدي وايده. فقلت له ايه ده انت مش احمد؟ فخدت بقى وصوتت في العربيه. راحت قلت له احمد الحقيقه اهو في الشنطه. رحت طلعت من الشنطه، فاهم؟ قعدت تقول لي انا مش شمال عشان تعملوا كده وبتاع. انا مش شمال عشان تعملوا كده؟ ده ايه اللي مخرجك الفجر طيب؟ وكانت خارجه فجاه. يعني هو اللي بيحصل قبل كده يعني عادي؟ احمد بقى اللي يحكي بقى. بدون ذكر اسماء يعني، مش هينفع اقول اسمها، بس هي واحده كويسه يعني، استغفر الله. هذه اول حاجه اتشالت. تخش على السؤال اللي بعده. ايه المره اللي ابوك او امك افتروا عليك بسبب حاجه او بسبب موقف وحطوا عليك قوي؟ هو الكلام ده حصل في الكلام الطفوله، ده صعب يعني اقول. بس حصل في الطفوله يعني. صلى على النبي. كنا انا باجي في الحضانه
في الحضانه. طب انت فاكر ازاي في انا الحضانه؟ فاكره ما انساهوش، ما انا هحكي لك بقى. كنت باجي في الحضانه في العربيه، كانت بتعدي على بيت جدي، فاهم؟ فانا كنت بنزل على طول في بيت جدي، فابويا كان يقول لي انزل على البيت، فانا كنت بنزل في بيت جدي على الظهر كده، اخلص بقى اجي على المغرب على طول كل مره على كده، فابويا كان يقول لي انزل على البيت. ففي مره نزلت في بيت جدي، فابويا عرف بقى تاني عشان كان مكلمني من كذا مره يقول لي انزل على البيت. فالمهم راح جايبني، بعت له اختي جابتني من بيت جدي، راحت مروحاني على البيت، راح نزل عليها بقى بالحزام بالتوكه دي، فاهم؟ بالتوكه الحديد على الكرة. وانا اقول له يابا يابا. موقف بقى يعني ده مش هنساه يعني. وقعد يودي بقى. وده ابويا ده ابن دي. الحمد لله. وانت يا احمد؟ ايه ايه واني يعني في كتير احكي لك واحد يعني منهم. حاجه بس انت عملتها كانت بشعه مع ابوك وراح مروق عليك؟ هو بالحزام على طول برضه بيروق عليا. انت عايز بالتوكة. عايز على طول بيروق. قال لك مسكني وراح منيمني وبالتوكه. هو ما معيش. انت ممكن تسالني امتى ابوك كلمك؟ دي المره دي انت هتفتكرها، دي انت هتفتكرها بقى. مش هنفتكر. جيب يا عم لا، السن بص. دي بتقول ايه؟ في مره انا صغير سمعت ابويا كان متعصب فشتم. هو عمره ما شتم في البيت يعني. فجه يتخانق معايا، انا ما كنتش اعرف يعني دي ايه، فقلتها له هو. شتمته هو؟ ما انا ما اعرفش دي آه. ايه يعني، ما كنتش اعرف ساعتها بقى. كانت ايه بقى الشتيمه؟ مش هينفع اقولها، مش عشان يعني مش هينفع عشان عشان هي رايحه لابويا فمش هينفع. هنضرب تاني. هو ابوه مش ابوه يعني؟ قال له يا ابويا. هو مش ابوه يعني، عادي انا اقول له. ماشي. فساعتها راح ربطني في السرير اقسم بالله، وحط لي يعني مثلا نص كيلو شطه في بقي كلها، عشان يعني ما اشمش تاني. هو ليه اهاليكم بتتعمل والشطه جت على عيني بقى والحوارات دي. نظام؟ ما هو ده بقى العقد النفسيه اللي يخليك كده بقى دلوقتي. اللي مجنون خلاك بقى. اللي خلاك مروش. مروش. يعني هي الحاجات اللي بنعملها دي تطلع من الناس عاقله؟ لا طبعا الصراحه. في حاجات كتير كده تحسها ايه ده، انتوا مجانين انتوا بتعملوا كده. طب انتوا ليه خدتوا المحتوى ده؟ عشان ما انهي محتوى؟ كنت اللي بقول له هو مفكر انه يقدم محتوى ديني بس ما رضيش. شايفين ان المجتمع دلوقتي بيميل للحاجه دي اكتر، فعشان كده انتوا رحتوا لها، ولا انتوا حابين الحاجه اللي بتعملوها؟ احنا اصلا ما كناش نعرف المجتمع بيميل بايه، احنا كنا بنجرب حاجه بنعملها فلقيناها عجبت الناس بس. لكن احنا ماشي كمل عادي. اتكلم عادي. لكن احنا قصدي ما بنشوفش الناس ايه اللي بيعجبها ونعمله. احنا بنعمل الحاجه اللي لو جت على دماغنا نعملها. عجبت ما عجبتش خلاص نعمل حاجه تانية. فاهم؟ احنا مش كل الفيديوهات طبعا فيها شتيمه، يعني لو ركزت هتلاقي مش كل الفيديوهات، هتلاقي مثلا بتاع 7 في 8 فيديوهات. 7000 فيديو شتيمه؟ لا انت كده 7 8 فيديوهات ما فيهمش انت شتيمه. كده متابع من الاخر. انت كده سبعة مش تمن مذاكر فيديوهات بقى. بيحط لنا شطه في بقنا. يعني الشتيمه دي ساعات مثلا بيبقى الموقف انت لو في الموقف ده انت هتقول اللي هو انت لو مع اصحابك انت هتقولها هتعمل تلقائي. كده. انا بقى بتضايق من حاجه يعني، كويس ان انت سالتني السؤال ده او انت فتحت الموضوع ده. لو تلاقي واحد مثلا في الكومنتات كاتب بيقول لك ايه ممنوع الشتيمه، وانا وربنا بدخل على بروفايلات الناس دي الاقيه مشير مثلا حاجات يعني حاجات اساسا لو ابوه عنده هيفشخه باللي هو فاللي وحاجات هو جنسيه وحاجات طب يا عم انت عايزنا ما نعملش كده؟ ما دي حاجات انت بتقولها مع اصحابك على القهوه، زي مثلا اقل كلمه حط عليها تيت يعني. اقل كلمه ممكن عشان مثلا اللي بيتابعكم اطفال اكتر. لا اطفال بقى، ما احنا بنعدي على اطفال تقعد تسب الدين وغير كده يعني اللي الراجل ده قال لنا بيتابعنا انفض يا عم. بيتابعنا مثلا شباب عادي زينا زي بعض، عشان كده هم حابين حاجه زي كده او مش حابين يعني. بنعمل اللي في دماغنا، قريب من بنعمل من الفكر اللي التفكير، صح. مش قصدي على الشتايم، قصدي على المحتوى على الافكار الكلام ده. طب بعد ما وصلتوا لحاجه كويسه في الميديا قررتوا ان انتوا عايزين تغيروا ولا تفضلوا على نفس واحنا النهج؟ لسه ما وصلناش اللي احنا عايزينه، بس ان شاء الله اكيد في تغيير يعني. هنلغي الشتايم بقى خالص يعني، لو بتتفرج يعني بنحاول نقللها خالص عن الاول. خاصه ان انتوا حاليا برضو على ما اعتقد بتقولوا بقى في شركه ماسكاكوا او بقى في حاجه، ففي تطور عامه اصلا في الحاجه اللي بتعملوها نفسها. فحتى التصوير نفسه هتغيروا فيه ولا تفضلوا بنفس برضو النهج اللي انتوا بتصوروا بيه؟ لا اكيد حاسين ان هو ده اللي واصل لا، اكتر؟ لو في هنغير حاجات بس مش سهلة هنغير بس يعني مستنيين برضو نعمل كام حاجه على السوشيال ميديا بعد كده نغير. يعني لسه في كام حاجه في دماغنا برضو، بعد كده هنغير قريب يعني ان شاء الله. ايه اغبى حاجه عملتها
وكنت فاكر نفسك انك صح. يعني انا كنت مرتبط الصراحه، كان بقالنا كذا سنه، فسبت الشخص ده. الناس القريبه مني بس اللي عارفه ان انا مرتبط يعني، فقالوا لي ان انا سبته لسبب معين، مش اللي هو متخانقين او كده، عشان انا عايز اركز بس في اللي انا بعمله دلوقتي. فكذا حد من صحابي قالوا لي لا، وانا شايف ان ده صح. بس اصل لا دي، ما انا حاسس ان انا بتعطل، مش هقعد بقى كل شويه نقعد نتكلم بالليل ونخرج وبتاع. ما انا عايز اول برضه. ديت بالنسبه لك كان عامل ازاي؟ اول ديت ده كان في اولى جامعه. كنت انت لسه بقى يعني كنت لسه لسه طالع من بتحبي ثانويه في عامة الحياه. بقى. كنت لسه ما بلغت لا يعني. بص، كنت لسه بقى فاهم اللي هو اتقابلنا انا من السيده زينب، وجات لي محطه المترو عشان انا في حلوان، فبركب المترو يعني من السيده زينب، بركب مترو حلوان على طول اروح الجامعه. فجات لي محطه السيده زينب وركبنا. ما كناش هي اللي جات لك؟ اه هي قريبه برضه. فما كناش عارفين نفتح كلام ده واحنا في المترو، وحتى لما قعدت كنت مكسوف اقعد جنبها. امال ايه يا عم؟ كنت ابعت يوسف امال أول هينام ديت على إيه بقى؟ رجليه على طول. يا عيني. يوسف ما بيصدق. كنت مكسوف اقعد جنبها وبتاع. بعد كده رحنا الجامعه، ما حضرناش اليوم ده اي محاضره، كان اول يوم. قاعد على السلم بحاول اتكلم معاها، مفيش ولا عايزه ترد عليا ولا اي حاجه. رحت ومشيت الصراحه. بس بعد كده بقى في كيمياء ما بقى بينكم. في بقى بحس دايما الشخص اللي انت في اول يوم ده مش في بتيجوا كلام مع بعض. كتير وبتاع، ده مش هيكمل. اقسم بالله انا بقيت معتقد كده مم. والله، لان الحوار ده حصل معايا كتير. لكن الشخص اللي قبله ما يمكن المشكلة نبقى فيك انت. كارهين. ممكن ممكن انت اللي بتهرب بدري بدري. لا ليه؟ انت بتخاف تواجه يا احمد. كل بس انت. لا انا اكلت كتير كده. هو انت ايه؟ مفيش. هريح وشويه اكل جبنه تاني. ايوه. وانت يا يوسف؟ انا اول ديت كان في بيتنا بجد والله. ازاي؟ كانت هي من عندنا يعني، مش من حته تانية. فقلت لها عادي تعالي البيت نتقابل، عايزه واحد نتقابل يعني. قلت لها تعالي البيت. احنا لسه هنخرج. فجت البيت. كان المفروض يعني ابويا رايح الشغل في اليوم ده، يعني هو كان مظبط يعني بيروح الشغل من مثلا ده جماعي ده ولا 12. ده جماعي. محدش عندنا في البيت يعني، فاهم؟ ده اخواتي حوار بره. مقلق، ده مش ديت. اخواتي بره وابويا كده كده يعني بيروح الشغل من 12 كل يوم، 12 الصبح لحد مثلا 10 بالليل او 11 بالليل. فكل يوم انا ظابطها يعني بيروح من الشغل. كل يوم بتجي لك ديت لا، يعني ولا ايه؟ فقالت لي عايزه نشوف بعض نتقابل، فانا بكسل اخرج يعني. فقلت لها خلاص تعالي البيت. فاسمه ايه ده، فبتاكد عليا بترن يعني. فنزلت لابويا. هو بقى ابويا عوق في اليوم ده يعني، اتاخر. معلش شيل عوق دي. ابويا اتاخر في اليوم ده. فقلت له مش رايح الشغل ولا ايه؟ كنت انا قلت لها تعالى. قال لي لا انا حاسس ان انا تعبان النهارده. فرحت بقى جايب على بيتنا التاني، اصل عندنا بيتين يعني. فروحنا بقى اتقابلنا على السطح. ده كان اول ديت بجد بقى. طب والديت بقى كان بيدور على ايه؟ الصبح ولا بالليل؟ معلش. الصبح. الديت بقى كان بيدور على اسمه ده يعني، اول مره نتقابل يعني اللي هنتكلم فيه ايه. طب اول مره تتقابل في بيتكم؟ بتقابل في البيت وفي السطح؟ طب ده مش منطقي اصلا. اكيد طبعا ما كنتش بتسلم عليها كده. لا اصل انا اللي بكلمها مثلا ما بفكرش فيها في الحاجات دي خالص. لا عادي اقابلها يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ما بيفكرش يعني ان يعمل انا معاها حاجه اعمل وحشه. معاها اي حاجه وحشه يعني. امال ايه؟ هو انت اللي انت هتحبها تعمل معايا ايه؟ ما بقولش ده يا عم بقى. أيوة. هيصلوا بقى. منطقي يعني. ازاي دلوقتي اللي في انت واحده انت بتحبها ماشي، ده ما بجد. بفكرش فيها في اي حاجه وحشه. تمام. طب انت واحده بتحبها هتجيبها اول يوم ديت البيت؟ عشان اثق في نفسي ان انا مش هقرب لها. طب هي مش واثقه فيك مع اول يوم؟ هي مش واثقه فيها ليه؟ ما مش لو مش ما واثقه انت انا ما مش كانتش واثقه. جت. لو مش واثقه ماشي، فيها ما كانتش طالما جت يبقى كده في حاجه غلط. لا مش حاجه غلط، احنا عشره وعشره. عشره ايه؟ انت بتقول اول ديت. ماشي احنا بس بنتكلم من بدري ماشي يا عم، وضح بقى النقطه دي للناس يعني. بقى. مش اللي هو اول ما كلمتها قلت لها تعالي ديت، لا بنتكلم من قبلها مثلا بشهرين 3 بس. منطقي بقى. فاتقابلنا. شهرين 3 هجيبها وعشره البيت. قال لك شهرين منطقي. 3 وعشره. الموضوع منطقي جدا. عشره عنده بالشهر. لما كنتوش في الميديا كنتوا تبقوا شغالين ايه؟ انا كنت ابقى واقف في محل زي بازار كده. انت كنت والله يعني حابب كنت ده أصلاً. هكمل. لا مش حابه. ما فيش غيره. مفيش غيره. مم. واخد 600 جنيه في الاسبوع. مم. والله لغايه مثلا انا لسه قايل لك سايبه من سنه ونص كده، كنت باخد كده 700 مثلا. يعني عبد. اه هناك عبد. فاللي هو لو ما كنتش اتجهت كنت هفضل بقى هناك. وانت يوسف؟
انا كنت بشتغل شيف عادي، طباخ اصلا. لو انت ما دقتش بقى اللحمه من ايده، والحمد لله ان انت ما دقتها. لا لا كنت لعب خالص. شيف شغال قعدت فتره يعني في طباخ الموضوع ولا؟ كبير، فتره كبيره، 4 سنين 5 طب ليه ما بتفكرش مثلا مع الميديا تعمل مطعم او تعمل حاجه؟ مش دلوقتي يعني ليه خالص. تفكيرك مثلا ان انت تقف عند الميديا وبس؟ انا مش عايز اللي هو من الميديا ان انا اعمل فلوس، انا مش عايز اعمل فلوس، طب انت عايز ايه من الميديا؟ عايزين حب الناس. عايز امثل عادي، عايزين نمثل. لو عايز اعمل فلوس في ثانيه ممكن اعمل فلوس بملايين. ازاي طيب؟ حاجات كتير قوي. وانزل كل يوم اعمل اعلان لمطعم عادي، في ناس كتير بتكلمني، صح. فاهم؟ اعلانات الحرام المراهنات دي، اي ستوري ب 100,000 في جنيه. ناس فاهم؟ بجد بتاخد تبعت كتير لنا. جدا. في ناس كتير وبراندات لبس كتير بتخش تبعت لنا، بس احنا مش عايزين نحط نفسنا في الحته دي. اللي هو رساله بس للناس اللي هي اللي هو بلوجر الكاميرا دي والكلام بتاعتي، ده. صح؟ رساله للناس اللي عمالين يدخلوا بقى لهم 3 ايام يبعتوا لي على نون اكسبت. انت عارف في واحد زودوا البادجت شويه بقى. لا في واحد. انا في قلت حد له- بعت لي قال لي 200,000 جنيه. لا انت لا، عارف انا سوري. بعمل ايه؟ يعني بقول له يا اخويا حرام يعني عشان ربنا يكرمك. هو من كتر اللي هو فيه مش عارف يعني مهمش البتاع، بيقول لي طب هنبدا امتى؟ بقول له بحط له بقول له يا اخويا حرام، ورحت بعت له ايه قرانيه، راح عمل لي لاف وسكت. قلت خلاص بقى. تاني يوم داخل بيقول لي انت مش هتبعت بقى الحاجه وبتاع. فاهم يا اخويا شحته. فهو الحوار انا عايز مش اقول حوار لك انا في فلوس حد يعني. من الميديا كان يوتيوبر، كان هو على ما اعتقد مخلينه وكيل او كده. هو اللي دخل موجودين كلمني. كتير. انا بصراحه ما رضيتش ان انا اجيبها له سكه اللي هو ده حرام واللي انت بتعمله غلط او كده، لان انا برضو في الاول وفي الاخر ماليش دعوه، يعني هو حر في حياته، حر في دنيته. بس قلت له ده مش مناسب ليه، يعني انا البادجت وحش، زودوا شويه. زود البادجت احنا شويه. لما بنعوز مثلا حد مش مقتنع ان هو حرام، فبنخلع ازاي؟ نقول له هناخد نص مليون جنيه. ارقام اللي هو لو سمع ممكن ما يردش اصلا. احنا عايزين نوصل للحاجات دي. وممكن يقول لك ماشي. لا. عادي لو حال والله ما لو ممكن قال يقول لك ماشي هقول له لا برضه. انا هقول له عايز مليون هفكر بس. في الموضوع. فكر بس. عايز مليون بس. طب احنا يعني ايه الجزء ده كان يعني عادي شويه. خش انت ادينا بقى قلت في الضحك بقى في جزء. لا ده احنا كده كنا المفروض في الضحك شويه. يا راجل. والله. يلا معايا برق بقى. كمل يا عم. طلع الدموع. لا يا عم انا هطلع لقمه. طلع ايه؟ لقمه اكل. ايه اكتر موقف صعب حصل معاك وغير جواك حاجات كتير؟ انا بتاثر بس عشان تحطوا عليه موسيقى حزينه. مش فاكر. طب ما تبدا انت في مره، ليه دايما انا اللي برد في الاول؟ بص هو موقف مش هينفع اقوله يعني، مش هينفع اقول لا قوله. بس انا هحكي لك طشاش يعني. ماشي. ابويا زمان يا عم انا كنت معلش يعني. كان بيعايرني بحاجه كده يعني، فاهم؟ فكان مقعدني قدامه عمال يعايرني بحاجه، يعايرني بحاجه، فاهم؟ معلش ينفع نوقف ثانيه؟ لا. كنت حاسس وهو صغير ابوه بيعامله ان هو والتاني لسه شايف يوجه مين ازاي؟ انا ما جاش في دماغي غير كده. ابويا اصلا بستحمى معاه في مره، لا معاه بجد والله. يعني انا قلت صح. كنت اتزحلقت في الحمام يا بيبو، فكنت رحت ماسك فيه. ماسك من قال لي شربت بقى ما كنت بتستحمى. بجد والله حصل. طب تعرف تعمله كده؟ ايه قال لي؟ قاعد يعايرك قعد يعايرني بحاجه كتير يعني، مش يعايرني، كانت جلسه جديده بالجلسات اللي مش هنساها يعني، فاهم؟ ابوك اهو. فزرع بقى قدامي شويه حاجات بقى، فهمت بقى ان انا يعني فاهم، انا اللي لازم اعمل نفسي يعني، اقوم بنفسي، فاهم؟ اللي هو ما اعتمدش على حد يعني. كنت انت وقتها مثلا ماديات وحاجات دي بتميل على ابوك فيها مثلا لا، كده لا. ولا؟ مش حته ماديات خالص، حته ان ابويا يعني فاهم؟ اتخطى بس هنخش على ايه قول لي السؤال تاني معلش. اكتر موقف صعب حصل معاك وغير فيك حاجات؟ هو من 6 ابتدائي هو ابويا قال لي انزل اشتغل من غير سبب كده. فنزلت. حاسس ان انت محتاج تعيش طفولتك في الوقت ده مثلا؟ ما الصراحه ما عشتهاش يعني، فاهم؟ فاللي هو اقول لابويا كان تقول يا عم. فاهم؟
ساعتها كنت اللي هو ما كنتش عايز اشتغل انا ساعتها، فكان جارنا اللي قصادنا صاحب ابويا قوي، هو ده اللي عنده المطبعه اللي نزلت اشتغلت فيها. فاول لما رحت البتاع ده انا فاكر بقى ان انا هشتغل هبع وبتاع، قعدوا مثلا بتاع اول شهرين خلوني اعمل شاي وعملوا لي معامله اقسم بالله. بنت احمد فاهم؟ معلش يا اخويا. يعملوا لي معامله ايه؟ وده صاحب المطبعه. لا يعملوا لي معامله صعبه قوي، اللي هو طب انا هطبع امتى؟ فيقعدوا يقولوا لي واتشتم بقى وحاجات كده غريبه، فاهم؟ فحسيت يلا هلفوت انت. وساعتها لما كان القبض مثلا يخلص معايا كنت بقعد بقى مثلا لو بيبقى في يوم اجازه او يومين بنزل اصرفهم بقى مع اصحابي زي اي طفل يجيب اي حاجه وبتاع مش عارف ايه. فاللي هو حطيت برضو ان هو انا مش هعتمد، فقعدت بقى معتمد على الشغل يعني. حتى لما كان القبض بيخلص معايا ما كانش، كنت اقول له مثلا ساعات كان يقول لي لا انت ليه خلصت ومش عارف ايه. ما اعرفش ده عشان اعتمد على نفسي ولا ده عشان ايه، بس انا ما فهمتهاش الصراحه. بس خلاص تحس يعني ان اللي هو من سته الجيل بتاع ابتدائي. الزمان ده يقول لك اصل انا ابويا كان بيعمل معايا نفس الكلام. انا ابويا قال لي زمان يا يوسف يا انا ابني. ابويا قال لي مش عارفه ايه، ابويا كان بيعمل معايا كده. فاهم؟ انا من سته ابتدائي لغايه دلوقتي انا اي جنيه انا اللي جايبه يعني. بس على فكره دي حاجه كويسه، هو برضه شايف ابويا إن هي كويس شكلت يعني، برضه مش بتشكل معاك وحش، فاهم؟ حاجه كويسه يعني في شخصيتك عامه. بعدين تعرف بعدين برضه لما تيجي تتجوز او يبقى عندك اسره، وحتى لما هتحس الدنيا برضه بالكلام ده كله برضه. بتضيق بعرف انزل واتعامل فاهم؟ مش اللي هو بقعد بقى استنى حد او حاجه، لا. انا حتى برضه حتى من قريب لما كنت بعمل فيديوهات يعني في بدايه لما اتشهرت كده شويه كان الدنيا ضاقت قوي وفي مشاكل على الميديا، كان الصفحه كانت مقفوله وحاجات كده. نزلت واحد صاحبي قال لي بساله على شغل، قال لي تعالى اشتغل في LC، بس مش هتشتغل سيلز يعني، بس مش هتبقى دايم، هو كام يوم كده هيدوك 100 جنيه في اليوم. فقعدت انزل بقى بتاع اسبوع كل يوم مثلا من الساعه كان بيفتح 10 وهو لغايه مثلا 12 بالليل ولا حاجه، فاهم؟ وكان الناس تدخل تشوف اللبس يبقوا عارفيني، فيقولوا لي انت بتشتري من هنا ولا بتاع، فاقول لهم لا انا واقف ببيع عادي، فاللي هو ما بيفتكروا في مقلب في حاجه، فاهم؟ فاللي هو لا عادي يعني. بس فاللي هو حتى لو الدنيا ضاقت بنتعامل يعني. ويوسف برضه اشتغل نقاش في فتره، هو يوسف الدنيا كانت واقفة باين عنده. صح. باين عليه ان هو اشتغل ضم الحياه. الفتره اللي باظت عنده في الصفحه برضه راح اشتغل نقاش. طب انت لو الميديا وقفت اصلا مره واحده وقفت ازاي من حيث إيه؟ خلاص يعني ما فيش، قمت حساباتك كلها طارت؟ وايه يا عم الاسئله بنت اسئله واقعيه يعني. ارجع طبيعي. يعني خلاص بقى ترجع لحياتك الواقعيه الطبيعيه بقى. انت خلاص انت دخلت، كنت الاول شغال مثلا شيف ولا كده، فجاه واحده دخلت في الميديا، بعدت عن ده كله، محتاج ترجع لده كله تاني، ترجع تشتغل عند الناس اللي كنت شغال عندها تاني؟ عادي ارجع تاني على طول واعمل حسابات جديده بدل اللي اتقفلت واكمل. احنا هنا عشان نكمل. ايه اصعب كلمه سمعتوها من حد قريب منكم وجعتكم؟ بيبو امبارح قال لي هات 600 جنيه حق النايت. دي يعني حاجه وجعتني بامانه عشان كنت عامل حسابي داخل ببلاش. لا بجد والله. لا بجد والله. يعني وجعتك بجد دي؟ اه لا وجعتك من جواك مش وجعتك في فلوس. لا كلمه اتقالت من حد تبعك واثرت عليك. كانت من ناس صحابي كده اللي هم ما بيشوفوا اللي انا بعمله، ساعات كانت فيديوهات ضربه فيجي يقول لي يا اسطى بطل عبط، انت عايز توصل لايه ومش عارف ايه. وبعدها مثلا يجي لي اعلان فيقول لي انت كده بتخيب، انت اهلك طيب بيقولوا لك ايه ومش عارف. اقول له اعلان عادي زي ما بتفتح اي حاجه وتتفرج وبتاع. قلت له انا عايز اوصل لهدف معين. فاللي هو بقى الكلام ده كان بس بيجي من شخص واحد معين يعني. لغايه دلوقتي لو شفته او يعني اللي هو انا مستني اعمل حاجه عشان اقول له عشان اقول له انا هنا، عشان افهمه يعني ان انا بعمل حاجه عايز هدف اوصل له، فاهم؟ بس كان بقى يقعد يقول لي كلام الصراحه انا كنت ساعتها بتاثر بالكلام قوي. فكنت زي ايه؟ يعني اللي هو انت فاشل، انت اللي انت بتعمله ده عبط. اللي هو احس مثلا انا طالع عين امي في فيديو مثلا بقالي يومين، تحسسك ان انت قليل مثلا. انت ايه العبط اللي انت بتعمله ده، انت مش عارف ايه. فاقعد بقى افكر في الكلام ده بالليل بجد. اللي هو ممكن اقعد ما انامش، يجي لي ارق بسبب الحاجات دي، اقعد افكر فيها بالليل. يوسف بقى بيتقال له كده بس هو عادي. طب ايه اكتر قرار ندمتوا عليه؟ ندمت انك عملت الحاجه دي اصلا؟ ندمت ان انا عملت الحاجه دي. هو ينفع اقول يوسف ندمان على ايه؟
المكان اللي دخلناه اول امبارح. بس يا عم الناس هتفتكر كل يوم في مكان. يا اخويا هم كان يوم فكنا معزومين بس، فدخلنا يومين ورا بعض. يعني الراجل الاونر اللي كان عازمنا على المكان قال لنا لا تعال لازم تقولي بكره وحلف علينا، فشدنا. فكان اليوم اللي رحناه ده بس. كان كله سودانيين وافارقه. فاهم؟ انا ندمان على الحاجه دي بامانه. لا بجد والله، ايه الحاجه اللي انت ندمت عليها في حياتك عامه؟ انا اقول لك يا عم الحاجه اللي انا ندمت عليها. قرار انت خدته وبعد كده ندمت انك عملت حاجه زي كده. طب قول انت. انا اكتر قرار انا ندمان عليه ان انا يعني انا كنت بادئ فيديوهات من ساعه الكورونا زي ما قلت لك ماشي. في فتره كنت متشاف وكده، فكان جات لي كذا فرصه اعملها، بس انا كنت مش راضي عشان عايز اعمل حاجه في دماغي. بس اكتشفت بعدين ان انا لو كنت استغليت الكام فرصه دول كنت زماني في حته ثانيه، في حته روعه كمان. فاهم؟ جات لي كذا حاجه كده معينه، بس انا ما اعرفش، انا عشان كان سني صغير او مش عارف افكر او مش عارف ايه. بس لغايه دلوقتي لما بقعد كده بالليل برضه بقعد افكر اللي هو انا ليه ما عملتش كده. فاهم؟ بس دي اكتر حاجه الصراحه ندمان اكثر عليها. حاجه ندمان عليها ان انا يعني بس هي ظروف، يعني ان انا مثلا ايه ما بداتش من بدري من زمان ايام ما انا كنت فاهم. ان انا يعني كنت بمشي ورا كلام امي وابويا يعني على طول، يعني اللي هم عايزيني اتعلم يعني واعمل حاجه والكلام ده. عايزك تتعلم حاجه كويسه. لا ما طلعتش ما حاجه انا بحس كويسة دلوقتي فاهم؟ العدم هو كويس شكلا، بس في بعض الكليات او الحاجات ما مش بتفيدهم بحاجه. أو ممكن تكون شهاده وما عايزينك تاخد شهاده ما هو ده الحاجات دي برضو. حاجه كمان وبعدين يعني كنت داخل انا بعد ثالثه ثانوي وكنت عايز اخش المعهد وكده، امي قالت لي لا خش التانية كليه الاعلام وكده. فانا في ثالثه اعلام وما عملتش فيها حاجه فاهم. فدي برضه حاجه ندمان عليها ان انا سمعت كلام امي. بس اعلام قريبه من اللي انت بتعمله. ما يعني برضه المشكلة مالهاش فين علاقه برضه. مشكله كنت فيها عايز تخش معهد التمثيل. امم فاهمني. فانت حدد معهد ايه؟ ما مش فاهم معهد انت. التمثيل. معهد فنون معهد مسرحيه. الفنون المسرحيه يعني كده. تمام. انا بس. قدمت فيه اتكلم احسن. اتكلم يا عم. كمل. اتكلم والله يا لا عم، تتكلم. والله العظيم انت على حلفت راسي بالله. وحياة ابوك يا عم لا براحتك، تكمل. الله يرحمه. دنيا واخره طبعا. انا قدمت في المعهد بعد ثانويه عامه. ممكن خلصت يروحني ثانويه يعني. عامه، فابويا ما كانش موافق خالص. هي امي بس اللي كانت يعني يعتبر تساعدني وموافقه. فاهم؟ فساعتها كان ابويا عايزني اقدم انا بجسمي ده حربيه. اقسم بالله. فهو ايه، انا كنت مخبي عليه ان انا هقدم في المعهد. ففي ورشه كده، كل الورش كانت بفلوس وغاليه وبتاع. في ورشه بس يعتبر تبع المعهد دي ببلاش بس ليها اختبارات. فانا اتقبلت في الاختبار واتقبلت في الورشه وقعدت اتمرن معاهم كل ده من ورا ابويا. فابويا جه بيقول لي ميعاد التقديم بقى اللي هو خلاص انا رايح اقدم، كل ده كنت بتمرن في الورشه. قال لي انت لازم تحلق عشان تروح وبتاع. انا كان شعري كبير شويه وانا ما كانش ينفع احلق، لازم كنت اروح بشعري لانها زي كاركتر كده. المدربين كانوا بيقولوا لي ايه اللي في الورشه ما تحلقش، لان في كام حاجه كده ينفع تتقبل بيهم غير يعني المشهد اللي هتعمله والحاجات لازم لازم شعرك مثلا مش عارف ايه وبتاع. مش هينفع اروح لهم زلبطه خالص. فرحت امي قالت لي طب خلاص عشان ابويا يعني ما ياخدش باله احلق وخلاص. قلت لها ما انا كده في فرصه ان انا هضيعها. فرحت حالق، عملت المشهد كله حلو وتمام. قالوا لي اللجنه يعني اللي قاعده قالوا لي هو انت يعني شعرك كده ولا مش عارف ايه. انا حسيت اصلا ان انا يعني هم فرحوا من المشهد وحسيت ان انا خلاص هيقولوا لي تمام، بس هي النتيجه مش بتطلع في ساعتها، بتطلع بعدها بشويه. فانا ماشي السؤال ده بقى اللي حسسني ان انا مستحيل اتقبل. بعدها النتيجه طلعت لقيت نفسي ما اتقبلتش ولا اتقبلت هنا طبعا. يعني انا حلقت على الفاضي. فاهم؟ اساسا انا لما قلعت التيشيرت قعدوا يضحكوا في البتاع والله العظيم. ما هو في كشف الاول، كشف السر ده اقسم بالله انا مخبيه على الناس كلها لغايه دلوقتي. لان انا لو قلت لاي حد من صحابي ساعتها ان انا داخل داخليه ولا مقدم قصدي حربيه وبتاع هيموت ضحك. هم بس قالوا لي حالق ليه، قلت لهم متضايق شويه وبتاع مش فاهم. لكن عمري ما بقول لحد ان انا كنت اقدم يعني. اقرب وصف بتشوفوه في شخصيتكم
بس الشخصيه بقى الشخصيه مش الكاركتر اللي الناس شايفاه على الميديا. طب ايه رايك السؤال ده؟ هو الشخصية السؤال على- ده انا يوسف يقول ممكن انا اقول يوسف عنه يقول تمام وهو يقول عني. هو يعني انا على فكره اللي انت بتشوفه على الميديا ده حياتنا يعني العادية. 90% هو هو اللي انت شايفه يعني، فاهم؟ بس طب أنت اقرب بتقول- وصف انت شايفه في احمد يعني، من ان حيث انت عارفه انت اكتر من مثلا من اللي بيظهر على الميديا او كده. وصف ازاي برضه اوصفه يعني بايه؟ مش بقول لك حبي فيه وصفه عادي يعني. انت شايف مثلا في حاجات معينه هي مش ظاهره على الميديا بس انت عارفها فيه يعني. طب اوصفك انا الاول. اوصف عم يعني يوسف ملوش في اي حاجه، سالك، مش حكايه ملوش في اي حاجه، اللي هو يعني انا معظم صحاب، يعني انا ليا اصحاب كتير قوي، قليل قوي والله العظيم الكلام ده مش بقوله عشان عشان يعني مش بقوله عشان، بس هو اكتر شخص سالك في الحياه، حبيبي يا اخويا ربنا. فاهم؟ يعني ملوش بقى في المشاكل ولا الحاجات دي وبتاع. بتضرب يعني. اه لا مستحيل يتضرب وهو معايا، مش بالجسم خلي بالك بقى والله. ماشي. مش عايزين نتكلم بقى. فايه هو غلبان وسالك وبس. اكتر حاجه بتضايقني منه سالك في كل حاجه، ما عدا مثلا لما نيجي نتقابل نروح مشوار يتاخر، يعني مثلا اقول له اصلا انت فين، فيقول لي خلاص انا نازل اهو من العربيه وداخل عليك، يبقى هو لسه ما نزلش اصلا من البيت. دي اكتر حاجه بقى ممكن نتخانق فيها بجد، اللي هو مثلا يعني لو احنا رايحين تصوير او حاجه يقول لي انا فنروح التصوير متخانقين، ما نبقاش طايقين بعض. دي اكتر حاجه بتضايقني منه الصراحه. بس وانت احمد؟ والله يا اخويا يعني احمد يعني فعلا نفس الكلام يعني. انتوا ايه؟ لا بجد والله ما بحور يعني. مم. يعني برضه سالك وطيب وفاهم وقلب ابيض، يعني اي حاجه اي زعل بنرجع على طول يعني على طول مع بعض. انتوا بقالكم كام سنه اصلا عارفين بعض؟ انا سنتين مثلا، سنه ونص كده. السنتين دول خلوكوا خلاها قريب قربتوا يعني أكتر بره عن عن- الشغل اصلا، بعيد عن إحنا الشغل يعني، صحاب. بعيد عن الفيديوهات. بره عن الشغل برضه. انتوا اصلا إحنا ممكن صحاب. تتقابلوا عادي في ايام وما تعملوش فيديوهات وكده، عادي، ولا إحنا انتوا لازم كل يوم تتقابلوا؟ كل يوم بعض. اساسا بننزل حتى لو ما بننقل بنصورش. بعض. هي ناحيه قريبه من السيريز. ما هي ده بقى السحله اللي بينا. ده بقى اللي بتكلم فيه يعني كل شويه مثلا انا لو اروح ليوسف فحد يبقى معاه مكان يروحني، انا مثلا هو يجي لي فنشوف حد. بس الدنيا قريبه يعني مش بعيد بتاع قوي. نص ساعه مثلا. مالك يا حاج يوسف؟ قلبي يا عم ولا اي حاجه. مالك بتتامل في ايه بس؟ في مخلوقات الله. ايه اكتر حاجه بتخافوا منها؟ ربنا. ربنا يا عم كلنا بنخاف من ربنا. اكتر حاجه بنخاف منها في الحياه يعني. تخاف ان هي تحصل؟ بخاف ان الدنيا تعدي يعني وانا ما كنتش عملت حاجه وما وصلتش للحاجه اللي انا عايزها، فاهم؟ دي اكتر حاجه الصراحه بخوفني. يعني انت شايف ايه اصلا؟ انت قلت لي من شويه ان انت شايف ان انت ما وصلتش يعتبر لسه لاي حلم من احلامك. طب لو انت الزمن خلاك في نفس المكان اللي انت فيه دلوقتي بس؟ يعني ايه في نفس المكان اللي يعني أنا مفيش كده حاجه يعني؟ لا ان شاء الله لا، انا ما بفكرش في كده يعني. انا بقى قصدي هو ده اللي انت بتخاف منه، ان انت تفضل في نفس نفضل في الحاجه او كده. ما يبقاش فيه تغيير، ما يبقاش فيه. ونفس الكلام بقى، لان احنا اصلا بنقعد نبعت لبعض بالليل نفس المشكله دي. بقى انت ما تعرفش هي نفس المشكله دي اللي هو يعني احنا حتى لو اتاخرنا في تصوير فيديو بقعد اقول له احنا طب وبعدين يعني احنا فاهم. ده على حاجه بسيطه، فاللي هو بقى بنقعد نبعت لبعض بقى عقد نفسيه. انت لو فتحت الواتساب بينا سيبك بقى من اللي احنا بنعمله، اقسم بالله. اقول له طب امتى طيب؟ طب ايه اخر فويس بعته ليوسف؟ مش هينفع نشغله. لا سمعه وشغله. مش هينفع. شغله عادي. هتلاقينا في قصف. لا محترم. يا اسطى طب انا لبست والله. هو ده صوته هو يعني في الفيديو؟ ده بيبو نزل بدري عشان ياخد عربيه من اخته وانت عيل بس. احنا بجد لو وقفنا بجد هو بقى انا مش هبقى عادي. هو المشكله فيه، انا ما بحبش بقى اقعد اسمع انا الصراحه عشان بيبو بيسمعوا يعني. بس انا عايز اعرف بقى ايه حكايه الندبه اللي في وشك دي من اثار التعذيب ولا يعني زمان دي في ميدان التحرير؟ انت كنت بتحارب ولا ايه؟ كان عندنا الشيخ بتاعنا يعني كان بياخدنا في ميدان التحرير. بياخدكوا ازاي يعني؟ بياخدنا كل يوم جمعه في ميدان كل التحرير. حياته غريبه. ابوه كان بيطلع زي نظام عطله. والشيخ بياخده زي نظام عطله كده يعني. بياخدنا بقى في ميدان التحرير وكده. فتعورت هناك. تعورت من ايه يعني؟ طوب
كان ضربت بيخش يعني. زي نظام بلطجيه كده زمان، فاهم؟ وانت عشان غلبان وكده لا انا كنت صغير، انا 2011 امم كنت كان 10 بس كل حاجه سنين، صغيره 11 سنه. اصلا. اه هو تحس كل واحد فيه حاجه في جسمه تعوير. مم. صح. احمد انت برضه عندك عنده احمى فتيل. بجد والله انا عندي واحده هنا. عندي ندبه هنا أنا عندي بقى دي ندبة 12 غرزه. بس راح لا حسناء يعني.